افضل 5 قتالات في انمي دراجون بول. في المركز الخامس عندنا قتال جوجيتا وبرولي، القتال اللي ممكن يكون واحد من افضل مشاهد الانيميشن والتحريك اللي شفتها في تاريخ دراجون بول كله، بل الكوريوجرافي بتاعت الفايت كانت كويسه. كنا ساعتها مخضوضين بالقوه المهوله اللي عند برولي ومتحمسين جدا جدا لرجوع جوجيتا على الشاشه بشكل كانون للمره الاولى. وفي المركز الرابع عندنا تعادل ما بين معركتين جوكو وفيجيتا، سواء في الارك الاولاني بتاع الساينز او في الارك بتاع ماجين بو. دول يعتبر معركتين كل واحد فيهم كان بيدافع عن نفسه وعن كبريائه وعن الشيء اللي هو بيمثله. وطبعا عندك شخصيه جوكو البطل وعندك شخصيه فيجيتا اللي يعتبر كل الناس بتحبها، فلما الاثنين دول بيظهروا على الشاشه مع بعض اعرف ان ده واحد من احسن الفايتات اللي انت هتحضرها. وفي المركز الثالث عندنا قتال جوهان وسيل، القتال اللي خلانا نشوف اخيرا جوهان وللمره الاولى بيفجر كل الطاقه الكامنه اللي جواه ويقاتل ويحارب ويغلب الفيلن اللي كل الزي فايترز ما عرفوش يغلبوه، واللي ادانا مشهدين من اكتر المشاهد الايكونيك في تاريخ دراجون بول، وهم تحول السوبر سان 2 بتاع جوهان والكاميهاميها اللي اتعملت بايد واحده. وفي المركز الثاني عندنا قتال جوكو وجيرين في التورنمنت اوف باور. وكفايه اني اقول لك ان عندك شخصيه بقوه وفخامه جيرين وعندك شخصيه زي جوكو بالماسترد الترا انستنكت، قتال هز كل العوالم وخلى كل حكام الدمار يقفوا احتراما لجوكو، وخصوصا برضو ان الرسم والانيميشن في القتال ده كانوا على اعلى مستوى، فده المركز الثاني معانا. وفي المركز الاول طبعا ما ينفعش غير انه يكون قتال جوكو وفريزا، اكتر قتال ايقوني في تاريخ الانميات كلها. السجال اللي كان لا ينتهي ما بين جوكو وفريزا، جوكو يعمل قوه معينه فريزا يرد عليه، يقوم فريزا معلي القوه يقوم جوكو رادد عليه، لحد ما شفنا تحول السوبر ساين وشفنا المعركه الاخيره وقت تدمير كوكب نامك. حرفيا القتال ده واحد من اطول وافخم القتالات في تاريخ الانميات كلها، ويستحق انه يكون مركز واحد في قتالات دراجون بول.